لو عايزين تاكلوا كده لحمه مختلفه وطعمها حلو جدا وهتعجبكم جدا، هنعمل لحمه كده كاننا قاعدين ناكلها في مطعم بره، طعمها لذيذ جدا جدا. عايزه اقول لكم كمان ينفع نعملها باللحمه القطع. هنعمل النهارده صينيه لحمه في الفرن تجنن، والبطل بتاعنا الروزماري والثوم. تعالي بقى اقول لكم عملتها ازاي وكام تركه كده هتفرق جدا جدا في التسويه. اول حاجه حطيت معلقه من السمنه البلدي و3 4 معالق من الزيت، وهبدا احمر اللحمه على جميع الاتجاهات، وكمان هنحمرها في نفس الصينيه اللي هندخلها الفرن. يعني كل الوصفه هتكون في صينيه واحده. هنحمرها بقى في جميع الاتجاهات، وعايزه اقول لكم كمان لازم تكون النار عاليه جدا جدا. هنحمرها كويس جدا، وفي الوقت ده مش بنحط عليها اي حاجه تماما، ولا ملح ولا الكلام ده. هنحمرها بس كويس الاول، وبعد كده هنضيف 4 5 ورقات من اللورة، معلقه مليانه من الفلفل الاسود صغيره، و4 فصوص من الحبهان، ونص راس ثوم متقشره، ومعلقه كبيره كده مليانه من الروزماري. هنحط بقى كوبايتين الا ربع مغليين، نحطهم كده في الصينيه، وطبعا مش قادره اوصف لكم الريحه بس كانت عامله ازاي. هنحطها بقى ونغطيها كويس، وندخلها على فرن يكون سخن جدا من قبل كده. نحطها في الرف اللي في النص درجه حراره 200، ونسيبها تقريبا 45 دقيقه، وهتكون استوت وبقت دايبه وتحفه، هتعجبكم جدا جدا. بعد كده بقى طلعناها، عايزه اقول لكم ان ريحتها بس كانت تجنن. شايفين شكلها حلو ازاي؟ لو عايزين تعملوها كمان بقطع، ما تنسوش ان لازم يكون فيها نسبة دهون كويسة جدا، عشان طبعا دي اللي هتطريها وتخلي طعمها حلو. كمان الحاجة اللي هتدخلوا فيها القطع لازم تكون ضيقة شوية، وكمان تكون نسبة السوائل اعلى حاجة بسيطة، وتغطوها كويس جدا، وتسيبوها طبعا وقت اطول، ممكن يوصل ل50 دقيقة او حتى ساعة. شايفين شكلها حلو ازاي؟ ما تنسوش تعملوا بقى لايك وشير لو الفيديو عجبكم.